الامتنان صفة شبه نادرة، واعتياد النعم بقى هو اللي سائد دلوقتي. ازاي اتعلمتي تكوني ممتنة لكل النعم اللي عندك؟ بص، هو في الحقيقة أنا من زمان، من وأنا صغيرة ولسه في تفكير سطحي كده ومش فاهمة حاجة في الدنيا. التقدير بالنسبة لي حاجة مهمة. يعني أحس إن أنا لو حد جاب لي حاجة وقعت مني من الأرض، على فكرة طبيعي أقول له شكرا، مش طبيعي أخد حاجة حق مكتسب كده. فما بالك بقى لو حد عمل لي خدمة أو طلبت منه حاجة أو بذل مجهود إكسترا عشاني. فطول الوقت موضوع التقدير نقطة ضعف في شخصيتي. بس برضو كل ما الواحد بيكبر بيفهم ان الموضوع لا، ده ليه عمق وليه جوانب تانية كتيرة جدا يعني. والواحد خد وقت كبير جدا على ما فهم ان اول حد امتن له هو ربنا. يعني طبعا. وابتديت ابقى فاهمة ان يعني ايه ده، ما ربنا مدينا عنوان قال لئن شكرتم لازيدنكم. فاللي انا كنت بفكر فيه بشكل سطحي، في اللي فتح لي الباب، في اللي سلفتني حاجة او ساعدتني بمعلومة، اشكرها. ده احنا كمان يعني ربنا قايل اشكره والنعم هتزيد والفضل هيزيد والكلام ده. بس برضو في نفس الوقت اتفاجئت بطبيعة البشر ان هم ما بيقدروش او مش واخدين بالهم من اهمية الشكر والتقدير والامتنان. ولقيت نفسي برضو بسمع الآية اللي بتقول وقليلا من عبدي شكور. يعني هو برضو ربنا اللي أعلم بفطرتنا بيقول لنا ان احنا مش هنشكر برضو. يعني ان في الأغلبية بناخد اي حاجه كنعم على ان هي كده كده موجوده، اوكي. وكده كده مش انا مش فاكر اشكر ربنا ومش فاكر اشكر صاحبي ومش فاكر اشكر زميلتي، انا مش فاكره. مش متعودين على ده. وكأن ده حق عندنا لازم يبقى موجود. وكأن ده حق عندنا وكأن ده هي ما عملتليش حاجه ده العادي بتاعنا. وده العادي، هي صح. عملت لي ايه المشكله او ده عمل لي ايه المشكله. حتى النعم اللي ربنا سايبني فيها دي انا ما بفتكرش اشكر. وهنا بفتكر قصة رمزية كده شفتها في فيديو. دايما بقى دي بتبقى الألارم اللي لما كأي بني آدم بيحصل لي ضعف إنساني وابقى زعلانة ومتذمرة من حاجة أو حاجة عايزة أوصل لها ومش عارفة أوصل لها، أو حاجة نقصاني، أو بنسى النعم الكتير اللي في حياة الواحد. بفتكر قصة كده رمزية بسيطة جدا هقولها بسرعة. إن في ملك عنده كل حاجة وعنده المال والجاه والولاد وكل حاجة بس مش سعيد. وعنده عامل كده بيخش كل يوم تعبان وبيعمل كل حاجة فيها مجهود عشان ياخد فلوس قليلة، بس شايفه على طول سعيد مبسوط. مبسوط. متضايق، ده انا عندي كل حاجة ومش سعيد، والراجل ده على طول مبسوط ما وبيضحك. عندوش حاجة. ما عندوش حاجة. فنده المستشار بتاعه يعني او الوزير بتاعه، فقال له اشمعنى انا عندي كل حاجة ومش سعيد والراجل ده سعيد. فزي ما تقول المستشار حب ايه يرضي الملك بتاعه يعني. فقال له بقول لك ايه، هاته واديله كيس، قول له الكيس ده فيه 100 دينار انا اديتهم لك عشان تتبسط، بس خليهم 99، ما بلاش يبقوا 100. اوكي. اوكي. واداله الكيس. الراجل فرح جدا بقى، روح مع مراته وعياله الكتير. ثروة بالنسبة له. يلا تعالوا الملك اداني 100 دينار بجد مش عارف ايه. فتحوا الكيس بيعدوا الكيس، كيس 99. اتضايق، يروح ماسك الفلوس تاني يعدها تاني. 99. حد خد الفلوس، هي كانت ناقصه ليه مش عارفه ايه. واحد متنكد طول اليوم. راح تاني يوم اول مره يروح بيت الملك مش سعيد. فنده له قال له تعالى، انت مش مبسوط ليه النهارده؟ ده انا امبارح اديتك حاجه تخليك اكثر سعاده يعني. الفلوس اهم حاجة. قال له انت قلت لي اديتني 100 وهم 99. وكانه ما خدش باله زينا كلنا من ال 99 نعمه اللي ما كانوش عنده وبقوا عنده. اوكي. فطول الوقت لما بقع في الفخ بتاع الضعف الانساني وبتاع ان انا لا، ده ما كنت عايزه الموضوع ده، لا انا مع متضايقه من ده، افتكر طب ما افتكر الحاجات اللي موجوده. يعني بس انا لو اترقيت الترقية دي مش عايز حاجة بالظبط تاني. كده، انا لو جالي خدت المشروع القرار ده، انا لو وصلت نفسي اعمل كذا، نفسي اسافر كذا، نفسي اجيب كذا. طب على فكره وانا متضايقه مفيش حاجه هتصحصحني غير لمبه، طب في حاجات تانية كويسه، في حاجات تانية كتيره حلوه. مفيش داعي انسى ال 99 وافتكر الدينار اللي ناقص او الحاجه صح. الوحيده اللي انا بتمناها. طبعا كلنا بنقع في الفخ، في مشكلة. وكلنا كل فتره بنتضايق من حاجات نفسنا نوصل لها وصفات وتطوير والكلام ده كله. بس استشعار النعم بقى مهم. طبعا. وعشان كده دلوقتي في الغرب اكتشفوا حاجه هي المفروض موجوده عندنا المفروض من زمان بس احنا ما بنروج لهاش. اصحى الصبح اكتب 3 حاجات كويسه في حياتك.
اعمل قائمة الامتنان، اه اعمل والكلام ده بقى يتقال كعلم دلوقتي، ان لما بيعملوا دراسات على ناس بتعمل الكلام ده وناس تانية ما بتعملوش، او ناس بتكتب الايجابيات وناس بتكتب السلبيات، ويدرسوا انتاجيتهم وفعاليتهم وبتاع، يلاقوا ان اللي بيذكر كل يوم حاجات كويسة في حياته او نعم، انتاجيته اعلى، طاقته اعلى، يبقى عارف هو عايز يعمل ايه وهو محتاج ايه عنده دافع. اه انا لما اكتب 3 حاجات الصبح عندي او 5 حاجات او حاجه واحده ايجابيه في حياتي، هتفائل. طبعا غير اما اصحى اكتب انا عايزه اعمل ايه، انا ناقصني ايه، انا نفسي في ايه. دايما الحاجه الايجابيه بتدي امل. صح طب ما انا عندي حاجه كويسه، طب عايز حاجه تانية، تمام، بس في حاجه تانية عامله لي بوش. اوكي فتلاقي ان احنا ما بناخدش بالنا وبننساه، ممكن يبقى قوه دفع لينا يعني. حتى على فكرة يعني بالوقت اتعلمت إن حتى المواقف الوحشة الصعبة، الابتلاءات اللي الواحد بيمر بيها وبيقعد بسذاجة وسطحية يقول اشمعنى أنا وليه مش فلان، ما فلان ماشي حياته أوكي، طلع بعد كده إن دي الدروس اللي بنتعلم منها، اللي بنطلع منها أقوى، اللي بنتطور بعدها وبنبقى شخصية أقوى أو فهمت حاجات أكتر في الحياة. فحتى اكتشفت إن حتى المواقف المؤلمة ديت طلع ليها فايدة على فكرة، طلع بتطورنا، طلع بتخلينا أقوى، طلع بتعلمنا حاجات في الحياة. فلا الامتنان ده بالنسبة لي حاجة مهمة، محتاجين نفكر نفسنا بيها، ومحتاجين نمتن ونستشعر كل النعم و... ونتبسط بيها ونسعى على فكرة لتحقيق أي حاجة تانية. بس الشكر فعلا والتقدير بيحسن العلاقات ما بين الناس، والشكر لربنا ده وعد رباني بقى، طبعا ده وعد رباني هيزود النعم بقى يعني. فده رأيي في موضوع الامتنان.